الوصفة دي من أسهل وألذ الوصفات اللي ممكن تعملوها. جربوها وما تراجعوش ورايا، أنا راجعت مكانكم. ثقة عن تجربة. أول حاجة، لو نص صدر حتى، مش هقولك صدر كامل، وهندهنه بالزيت ونتبله بملح وفلفل وبصل وثوم باودر وبابريكا حلوة أو سبايس. حطيها بقى يا ست الكل في الفرن على نار 180 على الرف الوسطاني. تكون الشواية على أقل حاجة لمدة 20 ل 25 دقيقة. خدت معايا ما بين الاتنين لأنه مقطعه قطع صغيرة أو هو جاي جاهز ومتقطع كده. نسيبه بقى يا ست الكل ياخد وقته في الفرن براحته. تعالوا نشوف اللي بعد كده. هنجيب الخلاط بتاعنا وننزل فيه بكوباية حليب ومثلث جبنة أو معلقة جبنة كريمي أو فنجان كريمة طبخ، ودي بدائل كلها براحتكم اللي متوفر عندكم. ممكن كمان ننزل بالبهارات في الخلاط اللي هي ملح وفلفل اسود. وبس كده، والصوص في وضع الاستعداد. هنسلق بعد كده المكرونة بتاعنا أي نوع احنا بنحبه، 3/4 سوا من 7 أو 8 دقايق. وما تنسوش رشة الملح ونقطتين زيت وانتوا بتسلقوا المكرونة عشان تبقى مفلفلة كده ومش معجنة في بعضها. خلاص، بعد كده هنيجي في طاسة وننزل بالصوص اللي عملناه في الخلاط وننزل بيه. ولو ما كنتوش حطيتوا البهارات زي ما قلت لكم في الصوص وانتوا بتضربوه في الخلاط اللي هو ملح وفلفل، هننزل بيه في المرحلة دي وشوية جبنة بارميزان او جبنة موتزاريلا اللي موجودة عندكم. واول ما الصوص يبقلل معانا كده هننزل بالمكرونة بتاعنا وفوقها الفراخ ورشة بقدونس جرنش كده من فوق. ولو حابين تقطعوها كده براحتكم، حابين تسيبوها سليمة بخيال خيالكم. وبس كده، النتيجة حكايات ملهاش نهايات. واقوى مسا عليكم. متنسوش المتابعة.